شاء الله احنا معانا والد الطالب نواف الزهراني يعرفنا بنفسه، عاملين حوار عن العظام والكسور التي تحدث في العظام. الاول يعرفنا بنفسه يعني. اتفضل. انا اسمي ماجد الزهراني، اعمل في المستشفى في قسم الاشعه. طيب نبدا بالاسئله يا شباب. نبدا بنواف طبعا. صور لنا بنواف، صور لنا نواف. اتفضل. اسمك ايه؟ أنا اسمي نواف ماجد الزهراني. ما أكثر الكسور التي تحدث للأطفال؟ ما اكثر الكسور التي تحدث للاطفال؟ سؤال مهم والله يا نواف، شاطر. اكثر الكسور عند الاطفال خصوصا فيه طبعا كل عظام الجسم قابله، اي عظمه في الجسم ممكن انها تنكسر كله يعني، بس اكثر شيء عند الاطفال في عظمه هنا، عظمه هذه عظمه كل واحد هنا يمسكها، في عنده عظمه هنا شفتوها؟ هذه عظمه الترقوه، اسمها الترقوه، حسيتوها؟ وفي عظمه ثانيه هنا، عظمه الذراع هنا برضو، اعلى الذراع هذا سهل ينكسر عند الاطفال، بسهوله انه ينكسر. ضعيف. اي يعني خصوصا في الاطفال لانه يعني مكانها ضعيف. في عظمه المرفق، الكوع هذا برضو سهل انه ينكسر، من اسهل الشيء عند الاطفال. في برضو العظمه هنا اللي عند مفصل الكف، هذه سهله الكسر، هذه اكثر شيء شيوعا عندهم. يعني المفاصل تقريبا هي الاكثر. ايوه حول المفاصل بالضبط، هذه اكثر شيء لانها لسه في مرحله التمفصل اللي هي يعني لسه قاعده تنمو كذا، فهي اسهل